عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا اكله حلوه جدا، هنعمل مع بعض المبكبكه الليبيه بطريقه حلوه جدا في حله واحده، سهله وبسيطه، مفيش اسهل من كده. يلا بقى قبل ما نبدا اعملوا اشتراك للقناه واعملوا لايك للفيديو. عندنا بقى هنا اول حاجه الخضار اللي احنا هنستخدمه. عندنا هنا بصلايه كبيره هنقطعها قطع صغيره. ممكن تفرموها في الكبة فرم ناعم، يعني يكون مائل للناعم مش ناعم جدا، عشان يعني برضو بيبقى التست بتاعها بتبقى حلوة وهي قطع صغيرة. تمام. عندنا كمان فلفل اخضر وعندنا فلفل الوان. وهنستخدم كمان فصين توم صغيرين. ممكن تستغنوا عنهم في الطريقة دي، بس انا حبيت ان انا احط التست بتاع التوم معانا، يعني بيبقى بيدي طعم وريحة كده حلو. في حلة بقى على النار حطينا معلقتين 3 زيت كده كبار. تمام. مجرد ما يسخنوا معانا ونزلت كمان بمعلقة سمنة. بحب قوي احط معلقة السمنة، بتبقى الريحة بتبقى حلوة جدا والطعم كمان. ننزل بقى اول حاجة بالبصل المفروم والثوم المفروم. هنشوحهم كده مع بعض على النار لحد بقى ما نشم الريحة بتاعة الثوم مع البصل. اول ما يتشوحوا معانا هننزل بقى بقطع اللحمة اللي عندنا. احنا بنقطعها مكعبات كده، ما تبقاش كبيرة ولا صغيرة، يعني وسط. هنحط بقى عندنا الفلفل الاسود، وكمان هحط كركم معلقة صغيرة. ممكن كمان تزودوا بهارات مشكلة او البهارات السبعة او بهارات لحمة، يعني الحاجات اللي بتحبوها حطوها. تمام. هنقلبهم بس كده تقلبتين مع بعض. كمان انا تقريبا حطيت مع البصل والثوم رشة سكر في الاول، نسيت اقول لكم عليها. هنا بقى بعد ما اللحمه خدت معانا اللون الجميل ده، نزلنا بالخضار اللي احنا مقطعينه، اللي هو الفلفل الالوان والفلفل الاخضر. تمام. هديهم كده كمان تقلبتين مع بعض، هشوحهم كويس جدا. النار هنا عندنا كانت متوسطه. هنا بقى احنا ضربنا 3 أو 4 طماطمات متوسطين. هننزل بقى بيهم، احنا طبعا مش مصفيين الطماطم، احنا يدوبك ضربناهم ونزلنا بيهم على طول على اللحمه والخضار. هنا زودت كوبايه ميه على الخلاط. تمام. بس بقى هقلب فيهم كويس، وبعد كده هسيبهم على نار هاديه عشان يعني تتسبك معانا شويه. دي رشه السكر. بحب احط رشه السكر مع الطماطم عشان الحموضه بتاعتها. هحط كمان معلقه صلصه مليانه صغيره عشان تحسن اللون عندنا. هنا اللحمه خلاص كانت قربت تستوي، وانا زودت لها كوبايتين ميه عشان لازم تستوي سوا كامل قبل ما نحط عليها المكرونه. هنا بقى خلاص حطينا الملح، يبقى اللحمه بتاعتنا استوت. تمام. اخر حاجه بنحطها الملح، وخصوصا لو احنا عاملين لحمه مش فراخ. ظبطت بقى الملح بتاعنا، وهنزل بقى بالمكرونه. تمام. وكمان تقريبا انا زودت كمان كوبايه ميه، وعلى حسب ما بتحبهم الصوص بتاعكم يبقى الجوسي بتاعه ازاي، على اساسه بتزودوا. انا هنا زودت اهو ميه، وهسيبها بقى على نار هاديه لحد ما تستوي معانا. تقريبا اخدت 10 دقايق 15 دقيقة. خلاص هنا كانت المكرونة بتاعتنا استوت واللحمة دايبة وكانت تحفة. هننزل بقى بيها، شايفين تحفة ازاي. لو حابين الصوص بتاعها يبقى اخف من كده بتزودوا عادي مية سخنة وبعدين بتقدموها. انا حبيتها كده بالصوم كده بتاعها، كانت تحفة جدا وكل حاجة فيها كانت دايبة. بجد لازم تجربوها، حلوة جدا وأكلة سريعة في حلة واحدة، مش هتاخد منكم ولا وقت ولا مجهود خالص، ولازم طبعا تتاكل أول ما نقدموها. يلا بقى جربوها وقولولي ايه رأيكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.